وأعطي الكلمة لبوركينا فاسو وبعده غينيا. تفضل. شكرا جزيلا يا سيدتي. أشكرك. باسم بوركينا فاسو أهنئك على إدارتك القديرة لمداولاتنا، ونعرب عن دعمنا الكامل لك وتعاوننا معك حتى نتمكن من تحقيق نتائج مؤثرة. وانتهز الفرصة أيضا لأعرب عن امتناننا العميق لسالفكم على عملها كرئيس للجنة. سيدتي، تشدد بوركينا فاسو على دعمها للعمليات السياسية المتواصلة التي يشرف عليها الأمين العام للأمم المتحدة، والهادف لتحقيق حل واقعي سياسي شامل للخلاف في تلك المنطقة، مثل ما أوصت 17 قرار التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. كذلك نؤيد ونؤكد على دعمنا لمبادرة الاستقلال المغربية التي رحب بها المجلس، ونهنئ المغرب عليها. هذه الجهود لابد أن تستمر. كذلك نرحب بجهود المغرب في الصحراء وافتتاحها لقنصليات كثيرة بما في ذلك قنصلية بوركينا فاسو. وننتهز الفرصة لكي نتقدم بالشكر لبعثة الأمم المتحدة من نورسو على جهودها المبذولة على الأرض لضمان استمرار وقف إطلاق النار. سيدتي، في الختام نعرب عن ثقتنا في أنه رغم طول عملية إنهاء الاستعمار نظرا لطابعها السياسية، بأن الأمم المتحدة ستتمكن في النهاية من تمكين الشعوب من تقرير مصيرها. وننادي باللجوء دائما إلى السبل الدبلوماسية السلمية لتسوية الخلافات والتمسك بروح ميثاق الأمم المتحدة لكي ننجح في إزالة مواطن التوتر المختلفة أيا كان حجمها وأيا كانت السلطة القائمة بالإدارة المسؤولة عنها. شكرا. أشكر مندوب بوركينا فاسو، وأعطي الكلمة لمندوب غينيا الموقرة. شكرا. أشكرك يا سيدتي. سيدتي، إذا تحدث لأول مرة أود أن أتقدم بتهانينا الصادقة إليك على انتخابك رئيسا لهذه اللجنة، كما نهنئ أعضاء المكتب الآخرين. سيدتي، لا يزال المجتمع الدولي يشعر بالقلق إزاء عملية إنهاء الاستعمار بعد أكثر من 4 عقود. 17 إقليما لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي وموجودة في جدول أعمالنا. سيدتي، مسألة الصحراء الغربية لا تزال تثير القلق وتحتاج إلى الاهتمام المسؤول من جانب المجتمع الدولي. نحن نرحب بأن الأمم المتحدة وشركائها الإقليميون يعملون بشكل حثيث على هذه المسألة، وفي هذا الإطار نرحب ونشجع مبادرات السيد ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمين العام الهادفة إلى تسوية النهائية لهذه المسألة واستئناف الموائد المستديرة في أقرب فرصة، وبمشاركة المشاركين الأساسيين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو وفقا لقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن بما في ذلك القرار رقم 2703. إن بلدي جمهورية غينيا لا يزال يؤمن أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن وبفضل جهود الأمين العام للأمم المتحدة واحترام المغرب لمسؤولياته أن بإمكاننا أن نأمل في تسوية هذه المسألة والحفاظ على السلام في هذه المنطقة الاستراتيجية. كما نؤمن بأنه لا يوجد حل لمسألة الصحراء الغربية خارج إطار الحوار الشامل لكل الأطراف، وفي ذلك نرحب بالمشاركة لسادس سنة على التوالي ممثلي الصحراء المغربية المنتخبين
بشكل ديمقراطي في ندوات وورش عمل للجنة 24 وكذلك في الدورات السنوية للجنة والموائد المستديرة. هذه الفرص الثمينة يمكن أن تعزز الحوار وتزيد المكاسب وتمكننا من سبل أفضل نحو الأمام. دعم بلادي لمبادرة المغرب لا يزال مستمرا وبكل قوة، ونعتبره اقتراحا جادا وأساسا قويا للتوصل إلى تسوية نهائية مرضية لهذا النزاع الإقليمي وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومع الاحترام الكامل لشواغل ومصالح الأطراف ووفقا لقرارات مجلس الأمن. نقدر كثيرا كل الاستثمارات التي قامت بها المملكة المغربية في الصحراء وإسهاماتها الكبيرة من أجل السكان وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا فيما يخص حقوق الإنسان. لقد افتتحنا قنصلية في الداخلة، نحن وما يقرب من 30 قنصلية أخرى، ونرجو أن يتواجد المجتمع الدولي معنا على الأرض حتى يتعرف بشكل أفضل على الأوضاع وحتى يشارك بشكل مباشر في العملية. ونطلب الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وكل الاتفاقات الأخرى، كما نتعهد بالدعم الكامل لمنورسو في عملياتها وأنشطتها. ونشدد على ضرورة احترام الحق الأساسي للسكان ولا سيما النساء والأطفال. ويؤسفنا الوضع الإنساني في معسكرات التندوف، ونطلق نداء عاجلا لإيجاد حل لهذا الوضع والوفاء بالحاجات الملحة والعاجلة، وإجراء استفتاء أو مسح للتعرف على كل الأوضاع ولتنفيذ توصيات الأمين العام وقرارات مجلس الأمن. بلادي التي نادت دائما بالتسوية السلمية للصراعات يعرب عن أمله في أن المجتمع الدولي سيتمكن من تحقيق نتائج ملموسة في صالح كل من يعيشون في المنطقة. وبهذه الروح سنواصل التعاون مع كل أعضاء المجتمع الدولي في جهودهم. شكرا. أشكر السيد الموقر ممثل غينيا على مداخلته. وأعطي الكلمة لوفد الأردن وبعده السنغال. السيد الموقر مندوب الأردن، تفضل. أتقدم منكم بداية بالتهنئة على انتخابكم رئيسا لأعمال اللجنة الرابعة للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأتمنى لكم ولأعضاء المكتب التوفيق والسداد في إنجاح أعمال اللجنة. ولا يفوتني أيضا أن أتوجه بالشكر والتقدير للمندوبة الدائمة لجنوب إفريقيا على رئاستها للجنة خلال الدورة الفائتة. نتطلع للعمل معكم السيدة الرئيسة سعيا إلى تحقيق مساعي اللجنة ومقاصدها النبيلة، خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة العربية الناجم عن جرائم الحرب النكراء التي تواصل الحكومة الإسرائيلية ارتكابها منذ أكثر من عام في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وكبار السن في ازدراء تام للأعراف الدولية والقرارات الأممية والمبادئ والقيم الإنسانية التي نشأت عليها هذه المنظمة التي نحترم ونجل. سيد الرئيس، بالإشارة إلى البند الذي تناقشه اللجنة اليوم، يؤكد الأردن على دعوته لحل قضية الصحراء بالطرق السلمية، ونشدد على ضرورة العمل مع الأطراف من أجل التوصل لحل شامل لها وفقا لقرارات الشرعية الدولية. نثمن أيضا مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب الشقيق وجهود الأمين العام للأمم المتحدة وبعثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل واقعي ودائم استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما نؤكد على احترام الحقوق المشروعة للمملكة المغربية الشقيقة
في السيادة على أراضيها ووحدتها الترابية. في الختام، يشدد الأردن على ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تهدئة شاملة تحول دون توسع رقعة الصراع في المنطقة، والتي تبدأ بوقف عدوان إسرائيل على غزة ولبنان ومحاسبة مرتكبيه. ونتطلع أيضا إلى دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز المصالح العربية المشتركة بما يضمن احترام القانون الدولي والأعراف الدولية، وبما يحقق الاستقرار والتنمية والرخاء التي تطمح إليه الشعوب. خالص الشكر السيدة الرئيسة. I thank the distinguished representative of Jordan for his statement and أشكر السيد الموقر ممثل الأردن، وأعطي الكلمة للسنغال وبعده جمهورية الدومينيكان. Senegal, you have the floor. السنغال. شكرا سيدتي الرئيسة. سيدتي الرئيسة، في مستهل بياني أود أن أتوجه إليكم وإلى كافة أعضاء هيئة المكتب بالتهنئة على انتخابكم لترأس هذه اللجنة الهامة. نعرب لكم عن دعمنا الكامل وتضامننا معكم وأنتم تطلعون بولايتكم في رئاسة هذه الهيئة التي تطلع بدور رئيس للدبلوماسية الوقائية والحفاظ على السلام. سيدة الرئيسة، نحن نولي أهمية قصوى للتسوية السلمية للخلافات، ولذلك بالنسبة لقضية الصحراء المغربية يود وفد بلد أن يثمن الجهود المضنية لسعادة السيد ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يرمي إلى تيسير إطلاق عملية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة فحسب. ومن هذا المنظور يذكر وفد بلادي أطراف هذا الخلاف الإقليمي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على انخراط أوسع للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم اتساقا مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة. سيدتي الرئيسة، نود أن نشدد وبدون أي لبس على إقرارنا بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على الصحراء، ويرتكز هذا الموقف على الوجود القوي للسنغال أيضا وترابطها مع المقاطعات المغربية، ولا سيما منذ نيسان ابريل عام 2021 حيث فتحنا قنصلية عامة للسنغال في الدخلة. ونود هنا أن نشدد أيضا على دعمنا الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي بدأت بدعم من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي تعتبر واقعية وجادة مدعومة من مجلس الأمن والقرارات التابعة الصادرة منذ 2007. ومن جانب يرتكز ذلك على وقائع مضمونية حيث تعلي المغرب من حقوق الإنسان من خلال الدور الذي طلعته لجنة حقوق الإنسان الوطنية في الدخلة والعيون، وقد ثمن مجلس الأمن ذلك من خلال القرار 2703. من جانب آخر هناك استثمارات ومشاريع تنفذ من قبل المملكة الشريفة في سياق النموذج الجديد للتنمية في الصحراء المغربية، يسهم أيضا في الحكم الذاتي للسكان وتحسين مؤشر التنمية البشرية في المنطقة. نود سيدتي الرئيسة أن نثمن الاحترام الكامل وقت إطلاق النار من قبل المغرب، إضافة إلى التعاون المستمر مع بعثة المينورسو، ونذكر الأطراف الأخرى بضرورة أن تحذو حذو المغرب والانخراط في تعاون أفضل مع الهيئة الأممية، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعني باللاجئين وبرنامج التغذية العالمي، وذلك لنضمن إعلاء كامل لحقوق اللاجئين في مخيمة تندوف. وهنا يحث وفد بلادي الأطراف على احترام صون حقوق اللاجئين اتساقا مع منحهم حرية الرأي والتجمع والوصول الكامل والحر والمتكامل بدون عقبات المساعدة الإنسانية الدولية المخصصة لهم. وختاما نشدد على دعمنا الكامل لكافة المبادرات الرامية إلى ضمان رفاه سكان الصحراء المغربية وتكامل ومواصلة الأراضي المغربية وسلامة أقليمها. أشكر سعادة ممثل السنغال الموقر على بيانه. أعطي الكلمة إلى قطر تليها الأرجنتين. السيدة الرئيسة، يسر دولة قطر أن تعرب عن تهنئتها لكم على توليكم رئاسة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار،
وكذلك أهني أعضاء مكتب اللجنة، وتعتز دولة قطر باختيارها في مكتب اللجنة كأحد نواب الرئيس. وكما أجدد ثقة وفد بلادي في أعضاء مكتب اللجنة ودعمه لهم لإداء المهام الموكل إليهم. السيدة الرئيسة، تؤكد دولة قطر موقفها الثابت بشأن دعم مبادئ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله وصوره. وفي هذا السياق تجدد دولة قطر دعمها إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة رقم 1514 لعام 1960، والذي يؤكد بوضوح بأن استمرار الاستعمار والاحتلال يمثل الاستمرار لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية. ونذكر في هذا الصدد بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، ونشدد على ضرورة تنفيذها، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. وفيما يتعلق بنظر هذه اللجنة في البنود ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، تدعو دولة قطر جميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية إلى التعاون الجاد من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة على هذه اللجنة وفقا للقانون الدولي، وعلى أساس منهج يأخذ في الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة. وفي هذا الإطار تجدد دولة قطر التأكيد على موقفها الثابت والراسخ من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتها المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. السيدة الرئيسة، أود أن أتطرق إلى قضية الصحراء المغربية، حيث نجدد التأكيد على موقف دولة قطر الذي ينطلق من إيمانها الراسخ بتسوية المنازعات من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد فإن دولة قطر تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفقا للقرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 2703 لعام 2023، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها. وفي هذا السياق نرحب بالجهود التي يقوم بها السيد ستيفان دي مستورة المبعوث الشخصي للأمين العام. السيدة الرئيسة، تجدد دولة قطر ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، التي تعتبر صيغة بناءة وتمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية. وختاما، نأمل أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه هذه اللجنة حول هذه المسألة في الدعم العملية السياسية والوصول إلى حل نهائي وسلام مستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف والأمن، ويدعم جهود تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين. وشكرا سيدة الرئيسة. I thank the distinguished representative. أشكر ممثلة الدولة. الآن سوف أعطي الكلمة إلى الجابون ومن ثم جمهورية من ثم بوليفيا. الكلمة للجابون. شكرا السيدة الرئيسة، بما أنها المرة الأولى التي أتناول فيها الكلمة أمام هذه اللجنة الموقرة، اسمحوا لي السيدة الرئيسة أن أهنئك على انتخابك، وأيضا أثمن أعضاء المكتب ولكم أن تعولوا على دعمنا الكامل طوال الوفاء بولايتكم. كذلك اسمحوا لي أن أشيد بسلفاتكم، أشيد بها على قيادتها المقتدرة لأعمال هذه اللجنة. السيدة الرئيسة، ما زلنا نتمسك باحترام القانون الدولي وبأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالمبادئ أو المسائل المدرجة في جدول أعمالنا. في هذا السياق أعيد التأكيد هنا من على هذا المنبر، أعيد التأكيد على دعمنا لمغربية الصحراء وعلى سلامتها الإقليمية وعلى السيادة الوطنية للمملكة المغربية. وفي هذا السياق أشيد بالجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، ومن أجل التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007. السيدة الرئيسة،
نعيد التأكيد على دعمنا للمبادرة المغربية، مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي هي متينة ومحكمة، وهي توفر مناظير لا تضع حدا للجمود السياسي الحالي فحسب، بل تسمح بالتوصل إلى حل سياسي يكون مقبولا ويتمتع بالموثوقية في آن. وفي هذا السياق نشير إلى أن أكثر من 100 دولة قد أعربت بالفعل عن دعمها لهذا الترتيب لحل النزاع الذي اقترحته المملكة المغربية، وهو حل يتسق أيضا مع ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق نشيد بالعمليات المختلفة وبمختلف الاستثمارات التي نفذتها السلطات المغربية في إطار نموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية، ونشيد أيضا بالمشاريع في هذه المنطقة. وفي العيون وفي الدخلة قنصليات عامة بما في ذلك قنصلية للغابون، وهذا ما يشير إلى دينامية تطوير الصحراء المغربية. السيدة الرئيس، الغابون بلد الحوار والتفاهم ويتعهد بمواصلة أو يشيد بتعاون المغرب المستمر مع بعثة الاستفتاء، ونعيد التأكيد على التزامنا بوقف لإطلاق النار وضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. في الختام نشجع المبعوث الخاص للأمين العام السيد ستيفان دي مستورة، ندعوه إلى مواصلة جهوده لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، ولا سيما من خلال استئناف العملية السياسية اتساقا مع القرار 2703 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشكرا على حسن إصغائكم. أشكر ممثل الغابون على بيانه، والآن سوف أعطي الكلمة إلى غينيا الاستوائية ومن ثم السلفادور. غينيا الاستوائية لكم الكلمة. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة. بداية أهنئك على انتخابك، وأهنئ سائر أعضاء المكتب، وأهنئكم وأتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق، ولكم أن تعولوا على دعمنا الكامل. كذلك أهنئ الرئيسة المنتهية ولايتها سعادة السفيرة ماثيو جوييني من جنوب أفريقيا، أهنئها على قيادتها المقتدرة للجنة في دورتها السابقة. السيدة الرئيسة، أخاطب هذه اللجنة مجددا التزامنا الراسخ بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. هذا الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في العام 1960 إنه لوثيقة تشكل معلما أساسيا في نضال الشعوب لتقرير المصير وللقضاء على الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره. السيدة الرئيسة، فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية وسوف أركز عليها في كلامي وفي خطابي، نرى أن هناك إرادة لإيجاد حل عادل ودائم وسلمي من شأنه أن يحافظ على السلام في هذا الإقليم وفي المنطقة برمتها، ولهذا السبب نرى أنه لابد من دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام السيد دي مستورة، لابد من دعم جهوده في إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل إيجاد حل سياسي وواقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على الصحراء الغربية. كذلك ندعو إلى تجديد الطاولة المستديرة بالسياق نفسه وبالمشاركة الكاملة لكافة الأطراف، وذلك من أجل إيجاد عناصر التقارب ومن أجل إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده اتساقا مع القرار صادر عن المجلس الأمن. كذلك لابد من أن ننوه بالجهود المستمرة للمملكة المغربية، وننوه بالتزامها الراسخ بتعزيز حوار بناء
سوف يؤدي إلى حل سياسي عادل ودائم من شأنه أن يفضي إلى التنمية المستدامة والمزدهرة في الصحراء الغربية. السيدة الرئيسة، نؤيد التطوير الاقتصادي والاجتماعي للصحراء الغربية من خلال المشاريع البنية التحتية والاستثمارات في قطاعات أساسية ومن خلال برامج التنمية المجتمعية، وذلك في إطار نموذج التنمية الجديد الذي أطلقته المغرب في العام 2015، وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في تمكين السكان المحليين وفي تحسين مؤشرات التنمية البشرية التنمية الاجتماعية في هذا الإقليم. كذلك نرحب بمبادرات الحكم الذاتي التي أطلقتها المغرب والتي اعتبرها مجلس الأمن مقترحا موثوقا وجديا في العديد من قراراته الصادرة منذ العام 2007. تمثل هذه المبادرة حلا واقعيا وعمليا اتساقا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة. في الختام أعرب عن تقديرنا للجهود التي تبذلها المملكة المغربية بلا كلل، ونؤيد كافة المبادرات الرامية إلى حل هذا النزاع من خلال الحوار والمفاوضات، وذلك من أجل إنهاء الاستعمار وبما يمكن الشعوب ممارسة حقها غير قابل للتصرف في تقرير المصير كما هو منصوص عليه في إعلان حقوق الإنسان. أشكر ممثل. كتمنى يكون عجبكم فيديو. ما تنسوش دائما دعمونا بالاعجاب والاشتراك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.